رحم الله الضحايا يعني ديال الفاجعة ديال السقوط ديال جوج عمارات في فاس في بن سودة في المسيرة في حي المسيرة، رحمهم الله. 22 وفاة و16 جرحى، ولكن تبقى الإنسانية. يعني هذه الرجولة، هذه الشيم المغاربة. يعني رغم أن الأزمة ورغم المشكل ورغم الإنسان منهار وبزاف الحوايج يعني هذا راه موت وتكتابت يعني الآجال كمل. ولكن الاختلاف في الموت، كاين الموت واحدة والإنسان يعني تختلف طريقة الموت، يعني كل واحد كيفاش فاجعة الله يرحمهم. ولكن تبقى الإنسانية، هادو الرجولة، هادو الشيم الأخلاق المغاربة، هادو أبطال، هادو أبطال، هادو هما الأبطال. شوف الخبز وزيت الزيتون والعسل، ويعطينا الشرطة المخازنية المطافئ الناس اللي كتعاون، اللي كتحفر، اللي كتساعد. هادو أبطال، هادو يعني هادو هما الأبطال، هادو هما اللي خصنا تكريم ليهم. يعني رجال بمعنى الكلمة، كانوا يحفروا ويوقفوا واقفين. فلهذا يعني هادو رجال من رجال يعني المغرب الأصيليين، اللي حتى هما الآن في جهاد ومقاومة، يعني من أجل يعني يعني إعطاء لقمة لناس السلطة وناس المدينة وناس اللي موجودين واللي كيساعدوا، اللي بزاف أطباء، يعني كل شيء اللي متواجدين هناك، مطافع، بزاف الحوايج. وهذا يدرس للأخلاق والشيم المغاربة وأخلاقهم العالية. رغم أن هذا الانهيار ديال هاد جوج باطمات وهادشي اللي وقع، يعني هما عندهم حق في بلانطا ولا جوج وبقاو يبنيو. هذه موجودة في فاس، لاحظتها قديم وقديم. يعني يعني تلقى واحد عنده حق يبني فوق السطح، يعني عنده حق يبيع السطح. هذا ما عندناش حنا في المغرب، يعني في شي بلايص في كثير يعني ما كايناش. كتشري ما تقدرش تبيع ولا تبني فوق بلانطا فوق بلانطا باش تردها باطمه، يعني خصها بزاف الدراسات وما يخليوكش وملوع والله يرحم الضحايا والله يرحمهم ويوسع عليهم. وهذا درس من القيم والاخلاق لهاد الاشخاص هادو اللي يعني كيدوروا بالاكل والخبز. وهنا يبين اخلاق المغاربه والشهامه ديالهم انهم ابطال. فبرافو ليهم، نرفعوا لهم التحيه ونشكر